انا جاي لحضرتك اشتكي من اختي. اختك؟ ازاي تبقى انا اختها الكبيره وتعلي صوتها عليا بالطريقه دي؟ صباح ايه؟ انت طريقه الكلام معاها كده على طول؟ انت أي... طريقه كلامك انا اختها الكبيره. انت طريقه كلامك اللي بتتكلم بقى معايا دي بتتكلم بقى معايا حد؟ يعني انت تعرفي لو طريقه كلامك كده يبقى انت بالفعل، انا اسف، انت مش الكبير. اصل الكبير ده كبير بالفعل مش بالكلام، كبير بالادب والاخلاق. طريقه كلامك ديت ما تدلش على اخلاق. النرفزه اللي انت فيها دي والعصبيه اللي انت فيها دي تدل على، انت عارفه لو جوزك بتتكلم معاه بالطريقه ديت يبقى يطبق عليك الكلام اللي كنت بقوله برضه، حته الوحده النكديه والعصبيه والعناديه. انت كده، ما هو شكلك كده ولا انا غلطان؟ فعاوزك تكون عارفه قوي الكبير كبير فعل مش كلام، كبير بالادب والاخلاق. انما ان انا اكبر منها بالسن وانا اكبر منها بالحلم، ده كلام كله في الفاضي. الكبير اللي يعلم، الكبير اللي يحترم، الكبير اللي يسامح، الكبير اللي يبقى متواضع، مش بالغرور، هي مش بكتر مش بالعضلات هي. ف يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى يقول للبني ادم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ده لما نكون بنتعامل مع احد من اهلينا، لما يكون الواحد بيتعامل مع اهله ابوه وامه، اخفض لهما جناح الذل من الرحمه. فانت لابد حتى اختك، طالما انت اختها الكبيره البنت امها، راعيها، خدها تحت باطك. انما بطريقه كلامك ديت عمرها ما هتيجي تحت باطك.